اللعيبه نفسها كان ممكن عايزين يحموا عمرو السوليه. ماشي. اوقات كره القدم تقول لك هي ما مشيتش معاك في مره وخلال سير المباراه مش ماشيه معاك، فانت بالتالي عادي جدا حتى لو انت كنت رقم واحد في التسديد اوكي تسيبها لزميلك، خلاص هو قرار من المدير الفني، هو شايف الاحسن، عنده الصوره بشكل اكبر، فالموضوع كان منتهي بالنسبه لي يعني. طبعا تصرف لا يليق بالمره يعني. لا وطولنا كتير، كنا مش احسن ده كان ناقص ننزل احنا كمان خلاص يا جماعه، خلاص يا عمرو، احنا عارفين يا عمرو ان انت عايز تلعب ضربه الجزاء عشان عارفين ان انت لعيب. عمرو كل الناس بتحبه، بس ما ينفعش اللقطه دي وحد زي عمرو السوليه تحديدا ما تحسش ان هي مش لايقه عليه بصراحه. وخاصه ان حد كمان من اللعيبه راح جه سال الجهاز الفني وسال كابتن حلمي وراح قال له، وبرضه هو مصر ماسك الكوره وجات اللعيبه وراحت وعصام الحضري وقعد يشاور فين مش احسن حاجه، موقف لا يليق طبعا بالخماس بالمره. قول يا عمر، قول يا جينيوس، قول يا حلو. بلاش موقف محمد شريف. ما هو انت سرحت. ده موقف السوليه، اسف سؤال موقف السوليه هنروح لمحمد شريف. ماشي. واحده. طيب لا هو خلينا نقول ان هو السوليه اتوتر بعد ضربه الجزاء اللي ضيعها، حاسس ان هي كان شكلها وحش مش ان هي ضاعت، هي شكلها تنفيذها وحش، فهو كان عايز يعوض بصفته ان هو كابتن الفرقه وان هو سدد رقم واحد. بس الحقيقه ان ده مش في الكوره، انت مش عشان ترجع نفسك في المباراه تمسك بالمنتخب كله واحنا مغلوبين. فكان قرار صارم بصراحه من كابتن حلمي طولان ومن الجهاز الفني اللي نهى الموضوع بالنظر. جدال كان كتير بس كابتن عصام نده لغنام محمد وقال له بص هو التنفيذ وحش، انا ما عنديش مشكله ان هي ضاعت. لا ولا انا التنفيذ وحش جدا. لا ولا انا ما عنديش مشكله خالص، عادي يعني، عادي هو اول ولا اخر واحد بيضيع. بالظبط. التنفيذ وحش جدا، مش واقف على رجله، البادي اورينتيشن بتاعه هو بيشوط هو بعيد عن الكوره. ولا تشريحي. اهلا وسهلا. الحق يا عم محمد، خلاص بقى ده قال لك البادي اورينتيشن ومش عارف يجيبها بالعربي. امريكا في امريكا الموضوع خلاص بلد اسمها ايه؟ ايوه قال لك جاي لك من سان دييجو ده. فيعني شفت انت عملت لنا فيه ايه؟ شفت انت عملت لنا فيه ايه؟ قعدت معاك كتير. كنا بنتكلم مع بعض انجلش بس. بالك اللي حصل كالاتي، احنا عربنا كابتن فايز وخلينا عمر هو اللي تاني. اقسم بالله ما عارف احنا بوظنا. بص المشكله عندي مش في البادي اورينتيشن، انا المشكله عندي ان هو ثقه. لا ثانيه اسمها ايه؟ بيقولوها ازاي في مصر؟ هو كان عايز يعوض، لكن في النهايه القرار كان انا كنت شايف ان هو قرار صح، بس انا كنت اتمنى من سليم بصفته الكابتن ان هو اللي يفض المشهد اصلا، يعني لو شاف هو